السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل النهارده معاكم ان شاء الله طريقة همبرجر جميلة جدا بمكون كده هيزود اللحمة بتاعتك كده قيمة غذائية عالية، مغذي ومفيد جدا ليكي ولأولادك. ومن ربع كيلو لحمة عملت لي 15 وحدية برجر يعني. جميل جدا ان شاء الله، روعة هيعجبكم. تمام كده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد، ولو مشتركه عندي متنسيش طبعا في لايك الجميل من ايدك، ونسمي بالله ونذكر رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. تمام كده، ونبتدي ان شاء الله الفيديو. عندي هنا كده ربع كيلو من اللحمه. انا استخدمت هنا لحمه جملي. تمام كده، انت عايز تستخدمي لحمه كندوز مفيش مشكله يعني زي ما تستخدمي. انا عندي هنا ربع كيلو، حطيت ده المكون بقى اللي انا بقول عليه اللي هو البرغل. مسكته غسلته غسله كويسه جدا، بعدين نقعته كده حوالي نص ساعه. تمام كده. ما شاء الله نقعته زي ما انتم شايفين كده. وفي نفس الوقت ما بيبانش معاكي في الهمبرجر خالص، وطعمه كده جميل كده هيعجبكم ان شاء الله. هنزل عليه كده ببصلايه مبشوره وقرن فلفل كده حامي وثلاث فصوص من الثوم. وهنزل عليه بقى بالتوابل بتاعتي، معلقه بصل بودره، على نص معلقه من الثوم البودره، على معلقه فيجيتار، او لو معلقه اللي هو خلطه البرجر بتاعه كنور، وقالب من المرقه، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه بهارات كبيره. تمام كده. وحطي بقى الملح بتاعك زي ما انت عايزه، وهتحطي كمان عليهم جوز الطيب، حوالي رشه كده يعني من جوز الطيب، ربع معلقه مثلا من جوز الطيب. تمام كده. وتنزلي عليهم كمان بحوالي ربع معلقه صغيره كده من بيكربونات او بيكنج باودر الموجود عندك يعني. وظبطي ملحك بقى، وهدخل المكونات دي كلها كده مع بعضيها كويس جدا، وبعدين هنبتدي نفرمها كلها في الكبه. انا بس بقلبها بس كده عشان عايزه ادخل اول بهارات قبل ما افرم، بدخل البهارات كلها فيها كده بالتوابل بكل حاجه. وهنبتدي بقى على الكبه بتاعتك بقى ابتدي افرمي خلطه البرجر بتاعتك دي لحد ما تطلع معاكي ناعمه. هنفرم بقى كده. بيجيب 500 تيشيرت في المره الواحده، كل ما طلع ينزل كده يجيب 500 تيشيرت. هتفرمي طبعا جزء جزء، انت عارفه الكبه طبعا مش هتاخد كل الكميه دي، لا لو كبه كبيره وهتحطيها برضو هتحطيها في الكبه برضو وتفرميها كلها برضو. بس طبعا انت عارفه مع الضغط لازم كل شويه تفتحي وتضغطي عليها عشان تقدري تفرميها كلها. احنا كده فرمناها زي ما انتم شايفين، هي بتطلع تلزق بس شويه في الايد، ده طبيعي جدا. بعد ما بتقعد شويه بتلاقيها متماسكه وعادي جدا، فانت بتسيبيها بس ترتاح 10 دقايق وتبتدي تشكليها. عندي بقى هبتدي اشكلها. عندي انا كده هعمل ايدي بالزيت. لو انت عندك مكبس البرجر كويس جدا اعملي بيه، لو ما عندكيش مكبس البرجر ممكن بغطا من غطا كبير كده من برطمان يعني كده كبير ممكن تشكلي بيه. انا صراحه هنا ما عنديش انا مكبس البرجر، وفي نفس الوقت انا بفضل استخدم ايدي. انا بتعامل معاكم يا جماعه بطبيعتي يعني، طبيعه اللي انا زي ما انا بعمل في بيتي بعمل معاكم يعني، ما بكلفش ولا حاجه يعني. فانا هنا استخدمت ايدي، طبعا ما فيش اسهل من ايدينا يعني احنا نستخدمها يعني. نوفر مواعين بقى ودعكه عشان الواحد اصلا مفروم في المواعين يعني، فيعني كده اسهل. كده ايدينا احنا لازم نغسلها يعني انا هخلص يعني ايدي تقريبا كل شويه في الميه، اعمل حاجه اغسل اعمل حاجه اغسل. تمام كده. فبتبيلي ايدك بقى بالزيت وتبتدي تشكلي انت بقى البرجر بتاعك زي ما انت عايزه. انا ما شاء الله من الربع كيلو زي ما انتم شايفين انا عملت لي فعلا 15 قطعه يعني منه. عايزه بقى تعملي تسيبيه بقى يتلج شويه وتبتدي بقى تقليه بقى يعني. عايزه تحفظيه في التلاجة طبعا هتحطيه. انا استخدمته يعني، انا ما حفظتش في التلاجة يعني، انا عملته وسبته كده يعني ارتاح شويه وابتديت اشتغلت فيه على طول. تمام كده. لو انت بقى عايزه تتلجيه كوجبات كده هتبتدي تحطيه في الفريزر كده منفصل عن بعضيه. لا بس انت الاول هتحطي اكياس طبعا بين كل واحده وواحده، لازم تحطي راق كده من الكيس. تمام كده. وتكيسيه كويس وتبتدي تحطيه في الفريزر بتاعك في كيس تلاجة ولا حاجه تجمديه، وتاخديه تستخدمي بقى وقت ما تحبي تستخدميه.
انا هنا بشكل زي ما انتوا شايفين، وبعدين كمان شكل بقى كده هو انت بتعملي كده وانت بتصوري؟ اه سبحان. زي ما انتوا شايفين انا عملت فعلا منه كمية. تمام كده. هنبتدي بقى نقلي دلوقتي. انا هسيبه الاول يعني يرتاح شوية كده في الفريزر عندي، مش برضو يعني مش هريحه قوي يعني. عندي بقى هنا ايه، عايزة تقليه على كده ماشي مفيش مشكلة. انا عن نفسي بحب اعمله بخلطة كده الفيجيتار او خلطة البرجر كده. تمام كده. عندي بيضاية مسكتها ضربتها كويس جدا مع شوية فلفل اسمر. تمام. وابتدي احطها كده في الفيجيتار بتاعتي، اديها وش كده من ناحيتين، وعلى بقى القلي بقى بيطلع يا جماعه تحفه وطعمه جامد جدا وجميل. وفي نفس الوقت تلاقي الهمبرجريه بتاعتي كده يعني ايه متماسكه كده وحلوه يعني. تمام كده. من البيض بقى للفيجيتار للقلي على طول، البيض للفيجيتار للقلي على طول. مش عايزه برضو تعملي الخطوه دي وعايزه تقلي كده على طول، اقلي على طول. بس انا بفضل الخطوه دي لان هي طبعا ايه بتخليهولك متماسك اكتر وطعمه اطعم كمان يعني. ده انا الواد ما ضربش ولا كام ماشي. انتوا عارفين طبعا الحاجات دلوقتي صراحه ما بقتش مضمونه، اي حاجه بنجيبها من بره في الظروف اللي احنا فيها وفي الغلو والنار دلوقتي ما بقاش في حاجه مضمونه صراحه. فلا يعني احنا نقدر نعمل حاجاتنا كلها في بيوتنا يعني. بس طالما اولادك طالبين او انتي عايزاهم، هما اولادي صراحه كانوا عايزينه فقلت ايه هعمله لهم يعني. انا كنت عملته قبل كده على القناه اصلا بالكايزر. المره دي عملته لكم بالبرغل. ان شاء الله مره تانية اعمله لكم فول الصويا. هو بيقولك ان فول الصويا خطر شويه عشان الاولاد، بس احنا كده كده مش هنعمله كتير يعني. انت لو عملتي مره واحده يعني ايه هتقضي غرض ومش هتأذي ولا حاجه يعني. وهو حلو ومفيد جدا للبنات والستات يعني. حمري بقى كده على الوشين كده ياخد لون ذهبي معاكي كده، هتلاقوه والله يا جماعه طعمه جميل جدا وحاجه عملتيها في بيتك نظيفه، عارفه كويس انت مستخدمه ايه ومستخدمه لحمه ايه ومستخدمه توابل ايه. كل حاجه انت مستخدماها انت ضمناها يعني، ومعموله قدام عينك. وفي نفس الوقت توفير برضو معلش يعني. دلوقتي الاسعار بقت نار يعني، ربنا يرحمنا يعني جميعا ويوسع ارزاقنا يا رب. حمري بقى كده يعني على الناحيتين ياخد كده وش دهبي، وابتدي طلعي على طول. وابتدي بقى ايه احشي بقى الهمبرجر بتاعي كده. يعني زي ما شايفين بعد ما طلعته كده بقولك الفرق بين الستات لما يلعبوا كورة هنبتدي بقى نحشي بقى. هتستخدمي بقى كابوتشا واستخدم معاها كده شرايح من البصل كده بتبقى جميلة جدا مع الهمبرجر. تمام كده. وكاتشب بقى ومايونيز بقى ودلعي العيال بقى يعني. بص بقى هنحط الاول كده طبقة من البصل، الرجالة بيخشوا فرحته. شرايح البصل كده. بص ده وهتحطي طبقة كده من الخس بتاعك الكابوتشا او الخس العادي الموجود المتاح عندك يعني. وانت تحطي طبقة كده نحط الهمبرجر ماشي. وهنخلي بقى المايونيز والكاتشب بقى اللي عايز بقى يحط، لان في جزء بيبقى عايز حبه وفي جزء يعني ايه ضده شويه يعني ملوش في الكلام ده، فهنخليه كده لوحده. اهم حاجه بقى التظبيطات بتاعتك انتي بتظبطيها جوه السندوتش يعني. يا سلام بقى لو عندك حته جبنه كمان اللي هي اللي بتتحط في السندوتشات دي تبقى تحفه كمان يعني. هنعمل حاجة اقتصادية وفي نفس الوقت مناسبة لكل الناس وعلى قد ظروف كل واحد يعني، وعلى قد ظروفنا احنا نفسينا يعني. زي ما انتوا شايفين